فمن فترة تواصلت معه، حكى لي حكي لا يصدق، وانا مستعد بالخاص ابو جمله اذا هو بيقبل. طبعا هو بيتحفظ على كل شيء لانه عائلته ما زالت في السويد، هو الوحيد من عائلته برا، حتى ما انه متزوج وعمره قريب 42 سنه حاليا، يعني رجل كبير ما هو صغير. الاطفال اللي فقدناها بسجن صيدنايا اللي كانوا لما يغتصبوا حرائرنا تولد بقلب السجون، كانت الاطفال تنتقل على السويد. 3/4 نسبة 80% أو 90% إن صح القول تنتقل على السويد، على سجن أشبه بدار الرعاية. هذا السجن كان الطفل يعتنوا فيه كم شهر لبين ما يجهزوه ويبيعوه للخارج عن طريق إسرائيل، حصريا عن طريق إسرائيل بمشاركة العلوي والدرزي في السويد. السجن بيبعد عن قنوات مئات الأمتار، يعني 200 متر أو 150 متر هيك شيء، يعني كحد أقصى 200 متر عموجب ما دلاني بالمنطقة. ولكن نحن كنا حتى بالسويد إذا نزلنا على السويد عندنا شغل يحذرونا اوعكم تنمسكوا برا السويد، يعني يحذرونا بالريف. فعلا أنا خدمت 2 سنين بحس المحافظة ما هي سورية، المحافظة ما لها علاقة في سوريا. وإذا في حدا من حوران موجود أو من أبناء درعا لازم يأكد على كلامي إنه السويد كانت محافظة مجهولة. أخي أبو جملة كانوا ينقلوا الأطفال من سجن صيدنايا وينقلوا المعتقلين اللي يكون بنيتهم البدنية جيدة ما يتأثروا بشيء، ينقلوهم على المشارح البشرية بإشراف حكمة الهجري لتجارة الأعضاء. وأقسم بالله العلي العظيم من تم هذا المخلوق إنسان درزي، قلت تنباع الأعضاء بتطلع من السويد على إسرائيل، ومن إسرائيل بتروح على اللي ما بنعرفه، لا أنا ولا أنت ولا أي شخص آخر، كله بيطلع عن طريق إسرائيل. وهذا السبب اللي جعل إسرائيل تتملك بالسويد. مو بس تجارة الأعضاء، الملفات القوية أو زبدة ملفات آل الأسد موجودة كانت بالسويد، وأعتقد صارت كلها بإسرائيل. وعلى رأسها الهارد ديسك اللي انسرق من سجن صيدنايا وصل وتأكد دخول جماعة الهجري وليس البلعوث. ليس البلعوث دخل ليلاقي القوات السورية المقتحمة، قوات الجيش الحر اللي كانت مقتحمة، وجماعة الهجري كملوا مهمتهم بسرقة الهارد ديسكات وحرق مبنى الهجرة والجوازات وسرقة القصر الجمهوري ومنزل بشار الأسد وسرقة معلومات كتير 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 كبيرة من قلب قصر بشار الأسد أو قصور بشار الأسد إن صح القول فيه. أخي تجارة الأعضاء بالسويد كان يشرف عليها حكمة الهجري شخصيا. وإذا بتتذكر أحد مطالب بحكمة الهجري من 3 شهور من الحكومة السورية إنه بده الضباط اللي بيدعي إنه هني موجودين بالسويد كانوا تابعين للنظام بس ولكن انشقوا، وطلب إنه هو يشرف على السجن تبعهم. هني نفسهم اليوم الضباط اللي عم يقتلوا أبناء البدو في السويد هني نفسهم لا همني بالسجن ولا هم يحزنون. وما بدنا ننسى أنه نسبة 50% من سجنين صيدنايا اللي كانوا يشرفوا على موقع الدارك ويب الأسود بإدارة درزية بحتي ضباط دروز هن اللي كانوا مشرفين على الدارك ويب، على بيع الأفلام اللي كانوا يصوروها على أجساد أبنائنا في معتقل صيدنايا ومعتقل تدمر وفرع فلسطين وكل السجون السورية. كانت تطلع الأفلام عن طريق الضباط الدروز اللي حاليا منهم متواجدين بالمئات تحت قيادة حكمة الهجري الإرهابي الصهيوني. أكثر من 5000 سجين سياسي قديم في سجن تدمر وصيدنايا تم نقلهم إلى السويد وتوزعوا ضمن سجون، وليس سجن أو سجنين، ليس فقط في قنوات وصلخد، وكله بإشراف عصابة الهجرة الدرزية وضباط حلول النظام، ضباط علويين متواجدين ما زالوا. وأقسم لك بالله ما زالوا، ولغز السويد موجود تحديدا بقنوات وصلخد. مجرد ما أنه تحسن الدولة أو قوات العشائر تدخل على قنوات وصلخد رح نكتشف اشياء افظع
ب1000 مرة من سجن صيدنايا. لأنه لما تتذكروا كلمة جميل الحسن لما دخل على سجن صيدنايا لحد الآن بتطن بداني لما قال ما حسنا نصور كل شيء. لا، إذا بدكم تفوتوا على السويدة رح ترتعبوا رعب من الشيء اللي بدكم تشوفوه بقنوات تحديدا وصلخد. قنوات وصلخد أكثر من 5000 معتقل تم نقلهم من صيدنايا وسجن تدمر من المعتقلين السياسيين الكبار تم أخذهم للسويدة وتحت إشراف الهجري كله، بالإضافة للضباط الدروز اللي كانوا من مدينة السويدة وبعض الضباط العلويين ضباط الفرقة الرابعة والاستخبارات العسكرية اللي هربوا على السويدة بسقوط النظام. دكتور انا بس هيك عم ارجع بالفلاش باك لورا. اثناء معركه التحرير كان في شهود تاكدوا انه في برادات خرجت من سجن صيدنايا قبل تحريره واكدوا انه فيها معتقلين. معناتها ممكن هدول الاشخاص هن كانوا اللي بيعرفوا هي القصه اللي عم بتصير بالسويدة فاخذوهم وقلنا لهم راقبون على طريق حمص انه رايحين على طرطوس. معناتها هدول اخذوا الطريق الثاني وكان مأمن من الجماعات الهجرية ونحن كنا عم ندور عليهم بطريق حمص وهن ما لنا خبر انه رايحين على اساس كانت السويدة ثائره معنا انه كانوا دروز معنا. صح؟ تماما 200%. واكبر دليل خذ مني بعثوا احمد عودي على الشام لحتى يقتلوا إدارة العمليات العسكرية تقتل أو تصفي أحمد عودي، بحيث أنه على أساس أحمد عودي هو اللي دخل على السجن وسرق الهارد ديسك وهو اللي أحرق مبدأ الهجرة والجوازات بس. ولكن قيادتنا والرئيس أحمد الشرع كان عنده الوعي وكانوا عرفانين الخطة اللي عم يلعبوها الهجري وكلابه من قبل دخول دمشق. معناتها السيناريو حتى الهاردات انسرقت لهذا السبب عشان ما تنكشف عمليه تجاره الاعضاء وتهريب المساجين من صيدنايا للسويدة. والسويدة كانت عم تهرب تجاره الاعضاء عن طريق اسرائيل. اسرائيل في كل التقارير تحكي عن ضلوع رؤساء سابقين في تجاره الاعضاء في خشيه يا شباب. بس هون في انس مشان ازيد لك معلومات قبل ما اموت نسيت الراس الباعات. لا ما بدك ببرادات وناس طلعت بباصات مفيمه. معناتها يا شباب الامن العسكري معناتها في احتمال كبير معظمهم لسه عايش. لانه ليش تجاره الاعضاء شلون بتصير؟ بيكون عايش وقت اللي بتلزموا بياخذوا العضو، فمعناتها في احتمال كبير في منهم ناس لسه عايشين. تماما اخي انس. وشوف اكبر دليل انه السويدة ما شكلت خطر على اسرائيل. السويدة المدينة لما اقتربوا الثوار من السيطرة على المدينة قصفوا القصر الجمهوري ومبنى قيادة الأركان، لأنه بينهم وبين قنوات ما ضل بضعة كيلومترات 2 أو 3 كيلومتر وصلوا قنوات 3 كيلومتر. يعني إذا وصلوا قنوات مسقط رأس الهجري. الفظائع اللي شفناها وسمعنا عنها في صيدنايا رح نترحم عليها وأقسم بآيات الله رح نشوف فظائع أقوى من الفظائع اللي صارت بصيدنايا ب10,000 مرة. لأنه تجارة الأعضاء لليوم ما وقفت، تجارة الكتاجول لليوم ما وقفت، بيع الأطفال لليوم ما وقف. ما سألنا حالنا وين المعتقلات. كان عندنا أكثر من 100,000 حرة معتقلين. طيب البرادات برادات أهالي ولا برادات دولة؟ البرادات هي شركات مدنية أخي أبو جملو، شركات مدنية. ولكن كان الشوفير شغلتك تقعد ورا الدركسيون، ما شغلتك حتى تشوف ايش فيه بحمايه الامن العسكري. بس بيعرف حاله انه راح على سجن صيدنايا. نعم وهدول اخرجوهم بسقوط مدينه حلب بالكامل. بلشوا باخراجهم من صيدنايا وضلوا يطالعوا مساجين ويهربوا مساجين لقبل دخول دمشق بساعات. وليش كمان عنده خطف الناس بيخطفوا اولاد او بيخطفوا شباب بيسحبوا فيه على السويدة. تمام أخي تمام. وبالأخص أخص بالذكر الأطفال اللي مسكوهم مع عوائلهم، صفوا الأب والأم والأطفال الصغار بلشوا يبيعوهم. السويدة عبارة عن كتاب أسود مغلق أو الفهرس تبعه بصلخد والبوابة تبعه في قنوات. وأقسم بالله وبرجع بأكد للمرة الثالثة والرابعة والخامسة إنه الفظائع اللي رح نشوفها بقنوات وصلخد لحتى نقول يا مرحم اللي كان جوا صيدنايا.